انتهز هذه الفرصة وأشكر قناة الجزيرة اللي اتحاربت وأنس الفقي العدو الحقيقي للشعب المصري والشعب العربي اللي ضلل وكانت المسيرة في مصر كانت المسيرة مليونية. والقناة الفضائية المصرية كانت بتقول إن حوالي بعض الآلاف هؤلاء الكذابين اللي ضللوا الشعب المصري اللي كان بيضلل من حوالي 30 سنة بياكل اللحمه الكاوتش والفاصوليا الكاوتش والفراخ الكاوتش والهواء الكاوتش والرز الكاوتش والهدوم الكاوتش ويتنفسوا كاوتش. النهارده تنسمت روح الحريه وطلع الربيع طلع بدري. الشعب العربي بيتنفس ربيع، الشعب بيتنفس 4 فصول في السنه الان، ولكن كانت مصر بتتنفس نفس واحد بس طول انحاء السنه. النفس هو اسمه ايه؟ كان اسمه الظلم والرشوه والفساد. وكان مبارك طلع البلطجيه، والبلطجيه دول كانوا ايه؟ هم اعضاء الحزب الواطي اللي كان بيفتح الادراج بتاعته للمصريين. إذا ما كانش تقضي أي خدمة إلا ما كنت تطلع من جيبك ما تبقى من فلوسك القليلة وتضعها في قلب أدراج الحزب الوطني. وكان يستغرق لك البطاقة الشخصية يجب أن تدفع ثمنها، وإذا أردت أن تستغرق شهادة لابنك أن تدفع ثمنها، وإذا أردت أن تأخذ شهادة الجامعة بتاعتك الذي بذلت فيها جهدا طول السنين لازم تدفع ثمنها.